ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي هتكون أصابع الموتزاريلا، هنعملها بطريقة بسيطة جدا ومختلفة، ويعني مكوناتها سهلة جدا وبدون بقى دقيق ولا نشا ولا الكلام ده. هنعملها بطريقة بسيطة ونتائجتها مضمونة جدا ان شاء الله، يعني مستحيل هتبوظ منكم، وطعمها بجد رائع خرافي، يعني ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم قوي. ولو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله. بصوا بقى جمالها لما بتطلع من الزيت، بصوا يعني جبنة بتمط ازاي وجوسي كده وحلو قوي. تتاكل مع شوية كاتشب كده، وممكن تتاكل جنب مثلا بيتزا او تتاكل جنب سندوتشات. يعني هي وصفة جانبية حلوة كده، تفتح النفس وتغيير برضو، وطبعا اكيد اوفر واضمن من بتاعة بره. بصوا بقى الجمال، بوريها لكم من زاوية تانية برضو. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه بجيب عيش التوست بتاعي، بتخلص من الاطراف بتاعته. طبعا الاطراف دي مش هنرميها، ممكن تقطعوها يعني مكعبات صغيره كده وتحمصوها، او تحمصوها زي ما هي كده وتتاكل مع شويه كاتشب كده، تتاكل حاف بتبقى جميله جدا. بعدين اجيب النشابه وافرد التوست بتاعي كويس خالص. اهم حاجه نفرده كويس خالص عشان يديني مساحه ان انا اعمل له رول، واحط الموتزاريلا كده حبه بسيطه كده عشان ايه؟ بس العيش ما يتقطعش مني، يعني ما تكتروش الموتزاريلا من جوه. بس وارلها كده واضغط عليها كده عشان تبقى رفيعة وحلوة كده. وبعدين اغطسها في خليط من البيض ورشة ملح ورشة فلفل اسود. وبعدين انزلها في خلطة كنتاكي، دي انا اللي جبتها من عند العطار. إيه، كانت موجودة في شكارة كده ومكتوب عليها خلطة كنتاكي، فجبت منها شوية. جميلة قوي، طلعت حلوة خالص. وبحب احطها في بولة كده عشان اشتغل براحتي، ما اوقعش حاجة على الرخامة. تمام، بصوا كده بقى الجمال. بعد كده بقى طاسة سخنة خالص فيها زيت سخن خالص. اهم حاجة عشان الأصابع الموتزاريلا ما تشربش زيت مننا، ان الزيت يكون سخن جدا عشان هي يا دوبك تاخد دقيقتين على كل وش وخلاص كده. فاحنا هننزل بقى في الزيت، بصوا الزيت سخن بدليل ان هو ايه، اول ما حطيت الحاجة بدأ يتحرك كده ويدي ايه، آم، زي فقاقيع كده. تمام، بصوا بعد كده بقى اخدت كل وش بياخد دقيقتين بالظبط. ادي الوش الاولاني اتحمر اهو، وبعد كده هسيبها على الوش التاني دقيقتين تاني وخلاص كده، واطلعها على طبق فيه مناديل عشان بس ايه احتياطي برضو لو في اي زيوت تتشرب، المناديل يتشربها يعني. بس وهطلعها بقى كده، وبتبقى كده الوصفة خلصت وبسيطة جدا، ويعني مفيش اسهل ولا ابسط يعني من كده. يعني حاجة كده سريعة وسهلة ومضمونة واوفر من بتاعة بره. وبجد لو جربتوها مش هتندموا ان شاء الله. واتمنى كده تاخدوا لفة في القناة بتاعتي كده وتبصوا على الافكار اللي بنزلها، كلها افكار بسيطة جدا ومختلفة وسريعة قوي قوي. يعني مش هتطول عليكم خالص، ويا رب تكون كده الوصفة عجبتكم. شكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.